السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا الفيديو اللي فات طلعنا واحنا بنعمل للجارو بيت وبنرتب له الدنيا، بس الفرحة ما كملتش لان تاني يوم او تالت يوم طلعت لقيت الكلب يعتبر كان شنق نفسه، دماغه معديه من فتحة صغيرة. هوريها لكم انا برضو دلوقتي. قعد اكتر من ساعتين عما طلعت فرهد عايز يشرب ميه. المهم شلته وجريت بروح رحت للصيدليه البيطريه. فلما رحت هناك الدكتوره كان هو فاق، كان هو هنا لما رحت هناك وكلام من دي كان فاق. فقلت لها برضه اكشف عليه، فكشفت عليه قست له درجه الحراره مش عارف ايه. طلع ان الكلب عنده فيروس في معدته، وكويس ان هي جت صدفه ان انا اروح قبل بدل ما يموت ولا كلام من ده. طبعا ما لحقتش صور اي حاجه من الكلام ده لانه روح ملزومه مني، كنت بجري زي الاهبل. عما رحت وعملت ما كانش في وقت التصوير ولا كلام من ده خالص. والحمد لله اعتبر ان اول مره اربي كلاب او اجيب جارو، بس كنت مخطوف عليه امبارح وانا في الصيدليه، يعني مش عارف، حسيت بشعور غريب كده. بس الحمد لله اخد له 3 حقن وتركب له محلول ملح تحت الجلد. وطبعا هو دلوقتي ممنوع من اكل وشرب ومن كل حاجه، وليه حقن دلوقتي هديها له وليه محلول هديه له. بس زي ما الدكتوره ما قالت لي نظف مكان موجود بميه وكلور عشان الفيروس دوني لو حاجه موجوده منه تروح. هو طبعا عمال حكيت لها، يعني قالت لي البراز بتاعه اما بيعمل حمام ولا كلام من ده. قلت لها بينزل ميه وغامق. لما عملت تقيس الحراره لقت ان البراز بدا ان هو يقلب على دم. فليه المحلول ده بيقعد ياكل في المعده. محلول ايه ده؟ فيروس بيقعد ياكل في المعده. فالحمد لله جيت اهوني وطلعته. الكلام ده كان امبارح يمكن من الساعه 7:30 بالليل لحد الساعه 12:30. كنت قبل الصيدليه هنا وصيدليه في فرسكور. والحمد لله يعني ايه اديته المحاليل وهنديله دلوقتي الحقنه الثانيه، حقنتين التانيين عضل ومحلول تحت الجلد ملح. بس قبل اي شيء ان احنا هنبدا نعقم الدنيا بره هنا ونشيل البروز بتاعه وننضف مكانه ونعقم عشان لو خرج بره ما ينقلش الفيروس، عشان لو اتحسن ما يرجعش يتعب تاني. فاحنا نبدا كل ده خطوه بخطوه. وهنا الميه وهنا الكلور، سرق منور لو عرفت تتفرج عليها الدنيا. فقبل اي حاجه بقى ما نبدا، اهم حاجه تصلي على النبي في كومنت وتدعمني بكومنت حلو وتعمل اشتراك وتعمل لايك. لو انت جديد معانا تعمل اشتراك، ولو انت جديد معانا وقديم تعمل لايك. نفسي الفيديو ده يوصل ل 1000 لايك. يعني الفيديو اللي انا كنت طلبت انه يوصل ل 1000 لايك كان وصل ل 980 لايك، ما وصلتش برضك ل 1000 لايك. فاحنا عايزين ايه؟ كل ما انا بتفرج عليها في اول الفيديو كده يتكى على اللايك عشان نبدا نمشي مع بعض. والله الواحد مزاجه اصلا وحش بسبب الروح اللي متبهدله دي، يعني لا بتتكلم ولسه صغير وضعيفه. وانا قررت ان انا اسميها اوقه، هتبقى اسمها اوقه، اسمها لاق معاه. هو اوقه اللي راكب معايا اوقه، فهي هتبقى اسمها اوقه من هنا ورايح عشان نبقى كلنا عارفين. يلا نبدا نجهز الميه. طبعا ده الكلور. سامحيني ياما لو شفت الفيديو ده، سامحيني. بجيب لك شفشق بتاع جردل تاني، بس كنا لازم نلحق الموقف. نجيب كوز ونيجي. طبعا جبنا الكوز. خلاص اهو.
موضوع الفيروس ده اصلا الطبيعي بتاعه ان هو صعب، وكل اللي بربي كلاب مش فاكر اسمه، هو اسمه صعب، هو قال لي اسمه بس اسمه صعب، بس بيجي لاي جراوي يعني. كل اللي هو غاويين كلاب او جراوي او كلام من ده عارفين انا بتكلم عليه كويس. خلاص خلاص خلاص، اوقع اوقع خلاص، هخرجك اهو. خايف عليك بس، والله خايف عليك. خايف عليك بس، خايف عليك. شبه لك جنبرواني، نبدأ نعقمه بالبيت بتاعه. هنا بقى كان مخرج رقبته من هنا، كنت انا حاطط خشبه حاجز، خرج رقبته من الفتحه دي، فضل زي مشنوق اكتر من 3 ساعات عما طلعت. كنت انا اكلته ونزلت، الله اعلم بدخل رقبته امتى، انا سبته شويه اكتر بس كنت طلعت كان هو فصل بقى خالص، فرهد نهائي. بس الحمد لله النصيب اني عايش بس، وربنا يكمل علاجه بس على خير او علاجها. بس ايه رايكم في اسم اوقه؟ قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في اسم اوقه، عاجبني اوقه ده. وانا حاطه عند الحمام جوه، لان لازم نتهز البير عن اكله وشربه اي حاجه، وعشان الاحظ البروز بتاعه عامل ازاي، الدنيا بتاعته عامله ازاي. بس يا هو. تعال اخرج بس، ربنا يستر ما تبقاش تنحس في الارضيه. يلا خد، يلا اقع، تعال اقع، تعال اقع، تعالي اهو خدي، اخرج. بدأت تلعب وتشغل ايه. طبعا الفيديو الكاميرا مش جايبه حاجه، هاجي اظبط لكم الكادر اهو. اوه بس ده اللي خلاك تشربه من هنا، انت ممنوع من الشرب، وده تشرب لنا ميه بكلور. نبدأ نرش الحته اللي جوه عشان ندخلها تاني لان اعرف عايزه تشرب. خدي اوقع اوقع. اوقع. كده نكون خلصنا، ونبدأ نقعدها في البتاع دي يعني عشان نعرف نديها محاليلها ونديها دنيتها، نظبط الكادر ونجهزها والحقها قبل ما تشرب حاجة. تعالي خليكي هنا، خليكي اجيب العلاج واجيلك اهو، هجيب العلاج ما تتحركيه، تتحركيه. انت مصمم، ده بقى تراب. كنت نفسي يبقى في حد معايا اصور لكم الحقن اللي هم بياخدوها والكلام ده بوضوح، اتاكد نفسي مكان الحقنه هتبقى عضل. احنا عايزين دلوقتي مقص
بس بس بسم الله الرحمن. بس مش اعرف اديها له ولا لا. بس 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 اول حقنة اديتها له عضل. طبعا جبت انا حقنة هي هتتحسد ما بتتكلمش، استغربها. خلاص خلاص الدور في قناة انا الجنب دي اهو. ماشي احنا المرة دي ايه. خلاص 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 هي عارف بس 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 كده اديت لها الحقنتين، ما عادش ناقص غير ايه المحلول. بس طبعا ده المحلول. بس 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 خلاص 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 على عيني والله. على عيني على عيني والله. نظبط مكانه. كل ده عشان تخلع من الحقنة.
ماشي، نجهز مكان للبتاع ده، نربطه وارجع لكم تاني. بس 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 مش عارف ابقى باين لكم في الفيديو ولا لا. مش عارف باين لكم في الفيديو ولا لا، بس هو المحلول بدأ يشتغل بس بطيء اهو. الله الله على عيني والله يا نور عيني. طبعا سألت احمها عادي ولا ما ينفعش، قالت لي حمها عادي بس انا اسيبها شويه تهدى بعد العلاج ده كله وبعد كده ابقى احميها. خلاص 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 يا حبيبتي، خلاص. خلاص يا أوقة، أوقة بإذن الله تعدي من الدور ده، بإذن الله، بإذن الله ما لحقتش أفرح بها. بقول له قعدت أكتر من 4 ساعات ولا 5 ساعات عند الدكتورة والله في راسكول، بس الدكتورة يعني الكل بيشكر فيا ولسه أبدأ أشكر أنا فيها بقى لو الجرو بإذن الله تعافى. الجرو وقت ما يتعافى خلاص. بس وهي قالت لي المحلول ده مش ضروري، مش شرط قوي، بس لأنه لسه ما فيش عنده جفاء، فقالت لي عادي. فأنا قلت أديله بس دلوقتي حتى لو إيه 30 40 جرام، لأن ما شربش ويعتبر ويشرب في حاجة تعوض اللي هو الملح ده. خلاص بس هو يا والله حلو ده. قعدت مع نفسي كده، كل الاسماء اللي مكتوبه في الكومنتات الصراحه ما جاتش معايا، جاش في دماغي اللي ايه اوقه. قلت حلو اوقه خفيف ولطيف، خلاص معلش يا اوقه، انت احسن من اوقات كتير والله. مستغرقه من كلمه اي فهو ما بيتكلمش فسميته اوقه، سميتها اوقه. خلاص خلاص معلش معلش، هانت ايه، هانت يا حبيبي. خلاص اهم حاجه انت لو جديد معانا في القناه تشترك، وجديد بقى او مش جديد تعمل لايك، لازم أن تعمل لايك شجعني بقى لما بقى فاهم مرمطه وجري على المستشفيات وعلى العيادات وعلاجات الحيوانات غاليه قوي. اكتشفت الموضوع ده ان علاجات الحيوانات غاليه بالتالي عن البني ادم، وانت مجبور انك تعمل له الحلو كله لاجل ان هو روح، حتى لو بلدي مش شرط جيرمان او نوع او حتى لو كلب بلدي وعندك وحصل له حاجه وكلام من ده، لازما تكمل معاه لاجل ان روح مسؤوله منك وتبقى عملت اللي عليك، حتى لا قدر الله لو مات تبقى انت عملت اللي عليك وحتى ما تشيلش ذنبه. بس ده اللي اقدر اقوله. خلاص يا اوه، خلاص يا حبيبتي، خلاص. وبكده نكون ادينا لها العلاجات، دخلها جوه اتفرج عليها شويه من بره من هنا عشان قاعده بتلحس في الارضيه والماء كلها بكلور وحرام. خش يلا اوه، ندخل نحط الحمام اكل بالمره، احنا ما جبناش الحمام في فيديوهات من زمان. هظبط الكادر بس. خش بس يا حبيبي. طبعا بالعلم انا سالت الدكتوره العدوى اللي عندها دي تعدي بشر، تعدي اي طيور اي حيوانات تانية، قالت لي ما تعديش غير كلاب، ما تعديش اي حاجه غير كلاب. فانا طبعا حاطها مع الكلاب، حاطها مع الحمام، فانا عارف ان هي اكيد مزاوله للحمام وكتير هو هيستغرب، بس ما في بلاد حيله، هو دي الحته الوحيده
اللي مزنوقه فيها، ان انا عارف ان انا ازنقه فيها او احكمه فيها، وعشان الحر ده اكتر حته ما بيجيش فيها حر. ما تشنو انتوا بدون كان لسه فيه واحده كمان اهو بياكل اكل الحمام، وجوز الحمام اللي طايرين مفتوح لهم قاعدين جوه خايفين مستخبين منه. فالحمام ما شاء الله وجعان مبعوث. بس بقى بس وهدوله برضك حماه بس مش الوقت، ادوله حماه حلو بس مش الوقت، لان ريحته مش عجباني، ريحته مش عجباني، لان البول اللي بيعمله ما بيجي يعمل حمام او كلام من ده بيقوم معلق في شعره ومع تعبه، فالريحه وحشه، الريحه بجد وحشه وحشه يعني. نغير الماء للحمام عشان الماء سخنة برضو بالمرة، ماء سخنة والماء جيفة. طبعا في اللي هيقول له حرام حط له مية، حط له أكل، حط له كلام من ده، نفسي والله حتى احط له مية بس مش بإيدي، مش بإيدي، دكتورة اللي منعاني. وبكده نكون دي نهاية الفيديو، ويا ريت الكل يدعم والكل يدعي لأوقة ان ربنا يشفيها ويعدها معاها على خير. مش بهزر، بتكلم بجد، دي روح زيها زي اي حاجه في الدنيا بتحس، بس الفكره ما بينها وما بين البني ادم ان البني ادم بيتكلم ويقول رجلي تعبانه بطني تعباني حد يلحقني، دي البني ادم بيتكلم، انما الروح ما بتتكلمش، حاجه زي حيوان ما بتتكلمش، فبتبقى حرمانيته اصعب. ان انت ازاي روح عندك ما بتتكلمش وانت مستهتر بقى، فانت لازم تهتم بيها بدوني عشان ربنا يكرمك حتى في حياتك، تلاقي اللي يستغيث بيك مع ان انت بتتكلم. بس الكل يلاقي لها ان ربنا يشفيها. وقول لي رايكم في اسم اوقه، اكتبوا لي في الكومنتات، والله هو الاسم جه على خيالي كده حلو عجبني. فلو انت جديد معانا في القناه تشترك وتعمل لايك، اهم حاجه اللايك، عايزين نوصل الفيديو دول 1000 لايك، والكل يدعي في الكومنتات وتصلوا على النبي، وعشان اللي جاي يبقى كتير. واشوفكم الفيديو الجاي، يلا اشوفكم على خير، سلام.